يعني ايه يا فندم ما اعرفش اطلق مراتي الا بعد 3 سنين؟ ممكن نسمع بقى كده المحامي ده؟ اسمعوا معايا المحامي ده بيقول ايه. ايه الكلام ده يا مسلمين؟ ايه الكلام ده يا بلد الازهر؟ ايه الكلام ده يا بلد الازهر؟ ايه الكلام ده؟ فين شيوخك يا بلد؟ تقول رايها في الكلام ده؟ فين علمائك؟ فين اللي شايلين الدكتوراه في العلوم الشرعيه يقولوا رايهم في الكلام ده؟ كلام ايه بقى؟ يعني ايه راجل ما يعرفش يطلق وانا مسيحي؟ ده انا مسلم، ده انا مسلم عندي طلاق اطلق، ما اخدش راي حد في الطلاق. حتى ولي الامر ما يقدرش يقيد حقي في الطلاق. صح. ايه رايك بقى؟ ولي الامر نفسه ما يقدرش يقيد حقي في الطلاق. حقيقة. امال ايه اللي حصل؟ فيها كلام دي؟ لا. ده عند كل المسلمين. عند كل المسلمين ولي الامر ملوش دعوه لو انا طلقت. اكيد. هو يجبرني على دفع حقوقها الماليه، كلام من ده، لكن انا طلقت خلاص طلقت. ايه يعني؟ تقول لي لا 3 سنين ما تطلقش، روح قدم طلب لرئيس المحكمه، ورئيس المحكمه لازم يحدد ميعاد ويحاول يصلح بينك وبينها. طب فرضا في خناقه وعركه ورمى عليها اليمين وفقا للماده اللي انتوا حاطينها دي، اليمين ده ما يقعش رغم انه عند كل الفقهاء يقع، تفضل عايشه معاه وهي امام الله مش مراته؟ تفضل عايشه معاه وهي امام المولى سبحانه وتعالى مش مراته؟ معقول؟ طب ماذا لو انتهت عدتها وعشرها؟ زنا ده ولا مش زنا؟ يا متعلمين يا بتوع المدارس، يبقى زنا ولا مش زنا؟ ردوا عليا، زنا ولا مش زنا؟ لو طلقها من غير ما يستأذن رئيس محكمة الأسرة ومضت عدتها وهي أمام القانون مراته، لكن أمام الله مش مراته، وعاشرها معاشرة الأزواج، تقدر تتهمه إن ده اغتصاب؟ ما تقدرش تتهمه لأنه أمام القانون زوجها، لكن أمام المولى سبحانه وتعالى مطلقة. العلاقة دي علاقة شرعية؟ لا، لأن في نقطة، يا واضعي القانون، يا واضعي هذا الافتراء على دين الله، نسيتوا إن الزواج والطلاق من أمور الدين. يعني المغرب 3 ركعات، ماذا لو طلعت قانون إن صلاة المغرب تبقى 2 ركعات؟ هل إحنا هنصلي 2 ركعات؟ لا، هنصلي 3. قانون ملوش دعوة بالكلام ده. حتى الجواز والطلاق من أمور الدين، وقوع الطلاق من عدمه من أمور الدين، صحة العقد من عدمه من أمور الدين. أيوة أنا بقولها لكم أهو. أنا عايز شيخ يا جدعان يطلع يتكلم. فين شيوخك يا بلد؟ فين شيوخك يا مصر من الكلام ده؟ انا شايف ان الموضوع لازم حد يتدخل، يكون فاهم، يبسط ليه القانون ده اصلا اتحط، وازاي انا ما ينفعش اطلق الا لما اروح المحكمة اقول لهم اخد اذن، وعلى كلامه هو، انا ما اعرفش القانون لسه بيقول ايه، وبعدين بعد مش عارف 3 سنين يسمحوا لي. يعني ايه؟ مش فاهم. عشان بس الموضوع ما يكبرش ويبقى حاجة الناس مش فاهماها، يا ريت الناس تفهمنا ايه اللي بيحصل بالظبط. شكرا.